هذه العزلة التي فرضت على القائد الأممي والفيلسوف المفكر الذي يسعى دائما لبناء السلام ما هي إلا عزلة لسلب الحقوق وأيضا قمع الحريات التي كان ينادي بها لجميع شعوب العالم. فاليوم نلاحظ أن تركيا لم تقف عند فقط هذه العزلة، بل قامت أيضا بعدم القبول من المحامين الذين خاصين للقائد عبد الله أوجلان بأن يقابلوا القائد ويتطمنون على صحته وأيضا على أوضاعه، حتى أنه لجنة مناهضة العنف والتعذيب طلبت أيضا المقابلة للإنسان عبد الله أوجلان. لجنة مناهضة العنف والتعذيب أيضا طالبت باللقاء مع القائد عبد الله أوجلان للاطمئنان على صحته وأيضا لمعرفة هذه الإشاعات الذي كان لمعرفة صحته جيدا وأيضا للوصول إلى الحقيقة التي نشرت عبر العالم أنه قاموا بتعذيبه للقائد عبد الله أوجلان. دائما كان المدعي العام يرفض اللقاءات ويرفض أيضا المقابلة من أي لجنة أو من أي هيئة أو أيضا حتى من أي منظمة لمقابلة القائد. دائما يدعون أنه لا يوجد شيء، ويدعون أيضا ويختلقون الأعذار لعدم هذه المقابلة. أنه يحتفل بالذكرى السنوية لحقوق الإنسان في جميع دول العالم، وهو يعلم كل المعرفة بأن جميع الشعوب حاليا مضطهد حقها، وأيضا وبالنسبة للقائد أيضا مسلوب من حقوقه الشخصية والمدنية. فكيف للعالم وكيف لهذه المنظمة حقوق الإنسان أن تحتفل بهذه الذكرى ويوجد ولو أنه فرد واحد في هذه المجتمعات يعاني من اضطهاد ومن سلب للحقوق؟ بعملية اختطاف القائد عبد الله أوجلان وتندد بالممارسات الوحشية التي تمارس عليه في سجن إمرالي، ونطالب باسم حزب الاتحاد الديمقراطي بيدة أن يتم فك العزلة وتحرير القائد وبشكل فوري، لأن الممارسات التركية بحق القائد هي ممارسات لا تمد للإنسانية بأي صلة، وأن المؤامرة هي مؤامرة كبيرة وفق سياسات ومصالح عالمية وليست خاصة بنظام معين أو قومية معينة، وإنما سياسات إجرامية متفق عليها بحق كل الشعوب التواقة إلى الحرية، ولكن مع وجود وتواجد السياسات الاستعمارية والحداثة الرأسمالية التي لطالمت وهي مستمرة أيضا بتهديد الشعوب الآمنة ليس في شمال وشرق سوريا وإنما في سوريا جمعاء. ونحن من خلالكم نوجه إلى منظمات حقوق الإنسان أن تقف وقفة حق وأن تتخذ موقفا واضحا من الممارسات الإجرامية التي ترتكب بحق الشعب السوري الآمن الذي كل جريمته أنه أراد أن يعيش حياة حرة كريمة.